السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة والمغفرة لكل الشهداء وعجل الشفاء لكل جرحى، وربنا ينصر قواتنا الشعب المصلى. عدنا لكم بفيديو جديد مع راكس وحيد بيومي، فيديو جد جميل كالعادة ومعلومات من جوا وكلام البجري في القضاء. واتكلم عن النيل الأبيض تحديدا في منطقة جبلين، لأنه هناك في قائد استخبارات وشغال شغل وثقان جدا وكأنه هو حاكم الولاية. ففيديو جد جميل وكلام سخن كده. رقم نادر الفيديو أول حتى بعدك نجي نعقب معاكم. ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى إنه تدعمنا بالاشتراك في القناة. الليلة حنتكلم عن أهم نقاط أن إحنا شايفينها بقينا شوف العين في الفترة اللي فاتت. طيب، الليلة في تقدم كويس في المحور بتاع المناقل، كويس، تقدم فوق الممتاز. محور المناقل يتخطى الموقع المفترض إنه يقف فيه. يعني كل محور عنده نقطة معينة بيقف فيها، بعد ذاك المفروض إنه يتقدم. الليلة المحور بتاع المناقل يتخطى المرحلة الأصلا المفترض يقف فيها. طيب، محور سنار الليله شغل عالي جدا جدا الى تاريخ اللحظه اللي هسه انا طلعت اتكلم فيها دي. الناس دي لهم اعداد كبيره جدا من الميليشيا، مستلمين لهم 11 عربيه، مستلمين لهم واحد صرصر. شغل ممتاز جدا 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 في محور المناجل، في محور سنار عفوا. طيب، عندنا مشكله في الجزيره الناس تكون فاهماها وسكتنا عنها كثير، كويس، لكن هسه نطلع نتكلم فيها ماله. طيب، محور الفاو الحاصل فيه شنو؟ محور الفاو ده الان المحور بتاع المناقل اتقدم، منتظر محور الفاو عشان يتقدم لنقطه معينه، منتظرين المحور بتاع المناقل يصل نقطه معينه، محور المناقل وصل النقطه بتاعته ويتقدم منها. المحور بتاع سنار انتوا شايفين شغله، والى الان الناس مسيطره على المحور بتاع سنار تماما، وتقدم ممتاز جدا في محور سنار، ويكاد تكون الميليشيا محاصره الان تماما داخل مصنع سكر سنار. طيب، ده الحاصل بالنسبه للمحور بتاع سنار. محور الفاو المشكله الاساسيه اللي فيه انه مقسمين الشغل. كيف مقسمين الشغل؟ خاتين الحركات المسلحه في جزء براها محور براو، خاتين المجاهدين في محور براو، خاتين الجيش في محور براو. طيب، الحته دي القاعد يحصل فيها تمام، انه المفترض انت الليله طالما شايف انه في خلل في المحور ده انك تركز مع المحور ده. طالما انك انت شايف انه في مشكله داخل المحور ده، تمام، حتقوم تعمل شنو؟ والله يا اخي انا عندي مشكله من الزول الفلاني. علينا نحن بنتكلم كمدنيين ما كعسكريين. انا عندي مشكله من الزول الفلاني بدون مسمى، تمام. بقوم بعمل شنو؟ بقوم بجيب الزول ده بخطه في نص الناس الكويسين. ده بالمفهوم المدني. طيب، الكلام ده معناه شنو؟ معناه يا اخي كون لك قوه مشتركه تكون من المجاهدين، المستنفرين، الجيش، هيئه العمليات. اعمل في كل النقاط دي، بدل ما كل جزء المستنفرين ماسكين جزء، الجيش ماسك جزء، الحركات المسلحه ماسكه جزء، لا، اعمل في كل في المحور ده قوه مشتركه من كل الناس دي. لما تعمل قوه مشتركه من كل الناس دي، ده بيثبت ده بالمفهوم البسيط. ده بيثبت ده زي الاتيام اللي بتتعمل في الكور العاديه. بتجيب من هنا ومن هنا، جيب لي يا اخي مستنفرين، هيئه عمليات، جيش، كتايب، كلهم عاملهم تشكيله، قسموا على المحاور بتاعت الفاو دي كلها دارين تشتغلوا فيها دي. لكن لما تخلي لي محور تمام ماسكه مثلا الحركات، ومحور ماسكه الجيش، ومحور ماسكينه المستنفرين، اللي بيحصل شنو هنا في النقطه دي؟ بيجي والله بتاع الجيش بيقول لك والله يا اخي المستنفرين ما اشتغلوا. بيجوا المستنفرين بيقول لك والله ناس الجيش ما اشتغلوا. بيجوا ناس الحركات بيقول لك والله احنا انسحبنا عشان ناس الجيش عملوا. بيجوا والله بتاع الجيش بيقول لك والله لا الحركات انسحبت. انت عشان تقفل الباب ده وتنتهي من الموضوع ده تماما، خلي القوه دي تكون مشكله. القوه دي ذاتها هي ما طالما موجوده عندك الثلاثه قوات او الاربع قوات الموجوده دي، شكلهم كلهم. يعني كل المحاور تكون مشكله من، يعني المحور بتاع الفاو واحد مثلا، حركات مسلحه، جيش، مستنفرين، كذا. المحور بتاع الفاو اثنين،
حركات مسلحة مستنفرين هيئة عمليات. المحور بتاع الفاو 3 حركات مسلحة مستنفرين مقاومة شعبية. ده الوضع على شنو؟ اللي يكون شنو؟ عام. طيب لما ده يكون الوضع العام عندك، ما في واحد بيقدر يقول لك والله ديل انسحبوا وخلوا ناس فلان، ولا ناس فلان انسحبوا وخلوا ناس علان. ده اللي نحن شايفينه المفترض يحصل في محور الفاو. انت كفهم عسكري في الموضوع ده كيف حتنسقوا، كيف حترتبوا، كيف؟ انا اديتك مقترح انه والله يا اخي الناس ديل شكلهم عشان ما في زول يلمي اللوم على الثاني. ده مقترح ممكن نوصله برضه للقيادات، انه والله يا اخي بدل ما تكون الشغله فاكه تكون لا شغله مجمعه، ما في زول يرميها في الثاني، عشان ما في واحد يطلع يقول لك حركات، لانه محورك ذاته فيه الحركات وفيه الجيش وفيه الامن وفيه المقاومه الشعبيه. ده الشيء الاول. الشيء الثاني يا جماعه، النيل الابيض، وما ادراك ما النيل الابيض والفوضى الحاصله في النيل الابيض. طيب احنا جايين الليله نتكلم عن رائد محمد نصر الدين. احنا قلنا لكم الفتره الجايه او في اللايف الفات، قلت لكم تاني ما عندنا حاجه ندي السهم وما قاعدين نخاف من زول. كلامنا ده كان واضح جدا. ما تقول لي والله طبعا الايام دي الخلايا بتاعت الميليشيا شغاله شنو؟ شغاله انه والله يا اخي الناس ديل قاعدين يضربوا في بعض. لا لا لا، طالما الميليشيا نشطت بخلاياها الاعلاميه في كلامنا اللي قاعدين نقوله وقاعدين يهاجموا فيه، انه والله الناس ديل بيهاجموا ضباط وبيهاجموا قيادات. الكلام ده لو كان طلع لي من ناس داعمه للقوات المسلحه تمام، كنت ممكن اقول والله يا اخي كلامهم صح. لكن طالما الموضوع ده طالع من الفرق بتاعت الميليشيا والالكترونيه والجداد حق الميليشيا الالكتروني، معناه نحن هبشنا اللحم الحي. معناه نحن شنو؟ هبشنا اللحم الحي. الليله موضوعنا عن استخبارات الجبلين في النيل الابيض، تحديدا عن رائد محمد نصر الدين. تمام؟ من هو الرائد محمد نصر الدين؟ الرائد محمد نصر الدين مسؤول استخبارات الجبلين. تمام؟ الزول ده المفترض لما تسمع رائد استخبارات، كويس؟ لما تسمع رائد استخبارات معناه شنو؟ معناه ده زول مسؤول من الاستخبارات. معناه شغله شنو؟ معناها شغله استخبارات. معناها انت ترفع المعلومه الحاصله في منطقتك كويس وتشيلها تديها للقياده وتعمل اجراءات وقائيه في المنطقه بتاعتك عشان تقدر تسيطر على الناس الموجودين، عشان تقدر تعمل دفاعاتك، عشان تقدر تجمع معلوماتك، عشان تقدر تعمل باقي الحاجات. طيب رائد محمد نصر الدين قائد الاستخبارات. انا ده بدايه ملف يا سعاده الرائد. تمام؟ وما قاعد اطلع اقول ملف اذ لم يكون اوراقه مكتمله عندي. كويس؟ طيب رائد محمد نصر الدين استخبارات الجبلين اللواء 70 مشاه. ركزوا في الكلام ده. لديه نشاط صالح في بيع الوقود وبيع جميع المضبوطات للاستخبارات. نقطة واحد. نقطة اثنين، منفرد بالآراء لوحده غير الرجوع للجنة الأمن أو للجنة الأمنية. تمام. ثلاثة، قام بتغيير موعد الوفد الجنوبي من غير الرجوع للمدير التنفيذي أو الوالي، مما سبب حرج لحكومة الولاية. حاصل الكلام ده ولا ما حاصل يا سعادة الرائد محمد نصر الدين؟ طيب متقمص شخصية المدير التنفيذي والنيابة والشرطة والأمن. طيب الرائد محمد نصر الدين تمام، الجبلين اللي هو 70 مشاه. تاني قلنا لكم احنا هنطلع نقولها بالاسم ونقول حاجاتكم بالاسم، ما خايفين من زول. انتوا قال لنا ما موضوع شق صف، لا لا لا، موضوع انه بعد ده الفاسد ما بيلزمنا، الما شغال صح ما بيلزمنا. طيب الرائد محمد نصر الدين عمل شنو؟ الرائد محمد نصر الدين المضبوطات القاعد تتضبط كويس، بكاسي، وقود، عربات، غيره ما بعرف شنو كويس، بيجيبوها وين؟ بيجيبوها لاستخبارات الجبلين. الزول ده متفق مع التجار بيبيع لهم المضبوطات دي. انت بتبيع المضبوطات دي ما حقت مواطن، انت قال المضبوطات دي حقت جنجويد ولا حقت منو يعني؟ المضبوطات دي ما حقت مواطن.
ما انت الليله لما تشيل حق المواطن تبيعه ده كويس، اللي هو جابوا لك ناس الاستخبارات الافراد، تمام؟ انت فرقك شنو يعني من الجنجبيد؟ الجنجبيد دول ما قاعدين يبيعوا ويشتروا في حق المواطن، بشالوا العربات دي مرقوا بها لغايه اسمها شنو، لغايه تشاد والنيجر وغيره، مشوا باعوها هناك. انت فرقك شنو منهم يعني؟ بعدين انت استخبارات، علاقتك شنو بمكتب تنفيذي؟ علاقتك شنو بانك تاخر وفد بتاع ولايه؟ علاقتك شنو بانك انت شرطه؟ علاقتك شنو بانك انت امن؟ انت عندك شغل معين، انت ما عينوك رئيس يا زول. واريتك شغلك المعين لو انت شغاله صح، اريت انت شغلك المعين لو انت شغاله صح. انت شغلك استخبارات صح؟ شايف خلايا نايمه موجوده في الجبلين، شايف خلايا يا نايمه الناس بتتكلم عنها، جاتك معلومات وسلموها عليك انه والله في خلايا نايمه موجوده في الحته الفلانيه. خليك من ده. في ناس جاهرت لك بانه والله يا اخي نحن لو الدعم السريع ده خش هنا نحن حنكون دعامه. صح؟ في ناس في ناس جاهرت لك بانه الدعم السريع ده لو خش نحن حنكون دعامه. في ناس الليله كانوا لافين عندك في الجبلين، تمام؟ الليله ظاهرين في الفيديوهات بتاعت الدعم السريع، بديك لهم الاسم، اوعك تطلع تكذب الكلام ده، والله اديك لهم بالاسم. تغريرك الباقي هدا جاي. طيب، قام بتغيير موعد الوفد الجنوبي من غير الرجوع للمدير التنفيذي او الوالي، مما سبب حرج لحكومه الولايه. في وفد، تمام، من الجنوبيين جاي ماشي الولايه بتاعت النيل الابيض. الزول ده عمل شنو؟ غير المواعيد بتاعت شنو؟ بتاعت الوفد. دخل لك الولايه كلها في قصه. الكلام ده موجود عند ولايه النيل الابيض، تمام؟ ويا تقولوا انتوا يا انا بطلع لكم بورقه، الكلام ده انا ما حلمان بيه يعني. طيب، في ازمه الوقود، كان في ازمه بتاعت وقود الفتره اللي فاتت في النيل الابيض، ناس النيل الابيض عارفين الكلام ده. باع كميه من البنزين بالسوق الاسود وقام بشراء سياره كليك. داير رقم لوحه السياره الكليك اديك لها، داير صوره ارفع عليك. يعني في عزم المواطن ميتين وطالع، في عزم المواطن تعبان، في عزم المواطن بيكح التراب، انت بتشيل البنزين بتبيعه سوق اسود عشان تشتري لك عربيه كليك يا مريض. دايرنا نطلع لك الصور حقتها، انا حانشر لك صور العربيه، تمام؟ وحاوريك بعت البنزين لمنو وبعته بكم، والتجار اللي اشتروا منك منو بلوحه العربيه. اقول لك كمان، اوريك كلام حانشر لك وانت راكب فيها، عشان تبطلوا الامور اللي بتعملوا فيها دي. انتوا قايلين روحكم شنو؟ ها؟ قايلين روحكم شنو؟ دايما مصايبنا جايه من الخونه زيكم ديل. دايما المواطن ده روحه قاعد تطلع بيسوقكم انتوا. لمتين يعني؟ انت قايل الخلانا خشينا جوا بيوت الجنجويد وصورناهم وجبنا فيديوهات من قيادتهم ومن اهلهم ومن اعراسهم، قالين نجيب صورك انت؟ قالين نطلع ملفاتك؟ هاك دي. طيب، قاعد انت عندك عماره في الخرطوم من طابقين، داير تبقيهم كم؟ 6. ارفع لك صوره، ارفع لك شهاده بحثه. ما في لعيب تاني، ما عندنا لعيب ولا عندنا مجامله لاي زول ايا كان كائنا من يكون. الخلية بور السودان فكيتوا البوكس امبارح بتاع المواطن، صح؟ مبروك. دقيتوا له الساعه 2 صباحا ولا 3 صباحا، قلت له تعال استلم عربيتك، قال لك والله لا الصباح. قلت له لا اسا ليه؟ ما ليكم اكثر من 3 شهور مجرجرينه. ده موضوع تاني، حاجه اتكلم فيه وقت تاني ما عندنا حاجه من دي. ورقك بيوتك اللي عملته اثناء الحرب، تمام، بصوره بفيديو بشهاده بحث، وحاطلعوا لك في العامه. نشوف انت ذاتك قاعد تجيب القروش دي من وين، وراتبك كم، وقاعد تجيبها كيف ذاتك.
عشان تاني ما نقعد نتكلم كلام فاضي ساكت. الآن يا سيادة والي ولاية النيل الأبيض وإلى إدارات وقيادة النيل الأبيض، عندكم الرائد محمد نصر الدين، المفترض الزول ده يتعرض لمساءلة، تجيبوه تعملوا معاه مجلس بتاع تحقيق. أي حاجة ناقصة عندكم، أي ورقة ناقصة عندكم، أنا بطلع عليكم، لكن ما بطلع عليكم في الخاص، برفعها في العام. إحنا دايرين ننظف الوسخ، نشتغل صح عشان نمشي صح، نشتغل صح عشان نمشي صح، ما خايفين من زول للمرة المليون كائنا من كان. طيب بالنسبة للقضارف، السلام عليكم ناس القضارف. تاني بنرجع نتكلم، الشغل والإجراءات اللي قمتوا بها امبارح وأول امبارح ما كافية. ناس القضارف الشغل إلا يتضغط ضغط إعلامي ما كفاية. دايرين نشتغل صح، دايرين نشتغل صح، دايرين نمشي صح. دي الحاجة الجاية في اليومين الجايات دي، ولا عندنا حاجة لزول تطلع نفري الشعب ده انت بتعمل في شنو، مسكت كم، جبت كم، قبضت كم، جبتها من وين، عملت شنو، كله نطلع نقوله. نشوف القيادة العسكرية حتتعامل معاك ولا حتبقى قصتك زي القصص الفاتت، تمام، بتاعت فلان ما تحاسب وفي التكام ما تحاسب. عدم المحاسبة ده، عدم المحاسبة ده هو اللي بيطلع لك، تمام، بدل الخاين 2 و3 و10. لكن لو بتعمل محاسبة فورية ومحاكمات فورية، تمام، قدام الشعب السوداني، الخاين اللي بعده بيتعظ، الخاين اللي بعده بيخاف. لكن عشان تجي تشتغل، تمام، وتشوف الغلط وتشوف الزول اللي عمل الغلط وتسكت عنه، تمام، وما يتحاسب، حيطلع لك بدل الخاين مليون خاين. لك التحية يا راكز، كلام جميل جدا فعلا، في تقدم في محور سنار والمناقل ومحور الفاو، كلام كتير جد عنه. كل كلام بيتقال في محور بتاع الفاو ده كله كلام استخباراتي. اي متحرك لازم يكون في قوات مشتركه يا اخوانا، زي ما قلت انه لازم يكون في قوات مشتركه عشان تكفلوا كلام الكثير ده. ومنطقه النيل الابيض دي منطقه ملتهبه بالجد، وفي تاريخ كبير جدا خصوصا في قيادات بتاع جهاز استخبارات. فنتمنى ان اخوانا المواطن بتاع المنطقه دي والمقاومه الشعبيه فتحوا عيونكم كويس، لانه اذا ولاية حقكم اذا سقط انتوا تدفعوا الثمن. هذا ما بيستعمل يا اخوانا، ما في تراخي، ما ينفع. الناس لازم تكون مستعده.